الآن حصل ما لم يكن في الحسبان. عشنا المغامرة والاستكشاف، طالعين بالسياكل من إب إلى الحديدة. شفنا الثقافات والتقاليد القديمة ورياضات خارقة. ما شاء الله ما شاء الله. طبيعة خلابة وحلول بسيطة وفعالة. صراحة هذه من أجمل الحلول البسيطة والفعالة جدا. وشعب هم الألين قلوبا وأرق أفئدة. أصحاب الحديدة هم أطيب ناس ممكن تقابلهم. صبحكم الله بالخير بدون أي بدون أي مقدمات. إحنا اليوم في محافظة إب طالعين إلى الحديدة. طبعا كان معنا شوية عمل في إب، نزلنا وكملناه، والآن طالعين بالسياكل من إب إلى الحديدة. رحلتنا من صنعاء إلى إب كانت بالسيارة، هذه المرة ما سافرنا بالسياكل، نزلنا بالسيارة. والآن رحلتنا إلى الحديدة قلنا لازم إن إحنا نصور لكم وتكون الرحلة بالسياكل، لأن إحنا بنمر في زبيد وبنمر في تهامة وقرى كثيرة من قرى تهامة، فلازم نحن نصور لكم، لازم نحن نوثق لكم هذه الرحلة لأنها بتكون استثنائية. والآن طالعين من أب إلى العدين ثم إلى زبيد. طبعا هذه الآن احنا في مشورة، هذا نقيل مشورة وهذه هنا راس مشورة، وبعدها بننزل إلى العدين وزبيد. طبعا أنا وكريم رفيقي في هذه الرحلة وفي هذه المغامرة، فتابعوا واستمتعوا. طبعا وصلنا الآن إلى رأس مشورة، هذه مشورة ورايا، وهنا الطريق إلى العدين. طبعا مثل ما تشوفوا هنا العدين 17 كيلومتر. الطريق هنا فرعي، لكن بعد شوية بندخل إلى الزفلت، طريق أحسن وبدون حفر ومطبات. رحلتنا اليوم برعاية مشروب 100 بلس. مشروب 100 بلس هو مشروب ايستونيك صمم لتعويض الجسم بالسوائل والأملاح والمعادن بعد الجهد البدني. يحتوي على الإلكترولايت مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم. يساعد في ترطيب الجسم بسرعة والإرواء لرفع مستوى الطاقة. فوائده الأساسية: يعوض السوائل المفقودة، يمد الجسم بالأملاح والمعادن، يساعد على تقليل الإرهاق بعد الرياضة والجهد، يمنح انتعاش وإحساس بالطاقة. الوكيل الوحيد في اليمن شركة جورما يمن. والآن وقفت أركب هذه الكاميرا انستا 360 اكس 3. هذه الكاميرا 360 درجة، الذي أصور بها بالنزول، لأنها تصور 360 درجة، فهذه أحسن كاميرا أصور بها في النزول. ما شاء الله يا جماعة، شوفوا المنظر من هذا المكان. الآن بننزل من هذا الطريق كامل. شوفوا وصلنا الآن إلى العدين. أهلا بكم في أول كيلومتر من الحديدة. تخيلوا هذا الذي ورايا محافظة إب، من بعد النقطة هذه محافظة إب، ومن هنا تبدأ محافظة الحديدة. الحديدة هي رابع أكبر مدينة في اليمن من حيث التعداد السكاني بعد صنعاء وتعز وعدن، وتقع على ساحل البحر الأحمر، وتعتبر بوابة تجارية مهمة لليمن لأنها تضم ميناء الحديدة الذي يعد واحدا من أهم الموانئ في البلاد. شوفوا يا جماعة، الآن حصل ما لم يكن في الحسبان، الشيء الذي ما حسبنا له حساب. شوف هذه الدعسة حق السيكل حق كريم، الرجل اليسار اكتسرت، شوفوها اكتسرت. والمشكلة ان احنا في مكان ما فيش يعني مصلحين سياكل، ولا حتى في الحديدة كلها، واحتمال باليمن كلها ما نلاقي مثل هذه، فاحنا مضطرين ان احنا نطلبها من الخارج. طبعا هذه مصنوعة من الياف الكربون والألمنيوم. شوف هذا اللي داخل ألمنيوم مغطى بألياف الكربون، يعني انها ما تتلحم ابدا. فالحمد لله على كل حال. اول شيء نخرج من هذا المكان، لانه الان بتصير السواقة صعبة على كريم لانه برجل واحدة. لكن الشيء اللي ايجابي الذي هو عادل لصالحنا انه لابسها الجزمة الخاصة بالسيكل. فك يا كريم، شوفها. طبعا هذه تجي على لوك تتغلق. البس يا كريم، شوف. بس كيف فك الجزمة؟ لا بعد الجزمة كلها. لحظة لا تفكهاش، بعد الجزمة. شوفوا كيف الجزمة تجي ثابتة عرض السيكل، يعني حتى لو تسحبها بقوة ما تفتك أبدا ما تفتك، إلا إذا سحبتها لليمين كذا. تسك السيكل لحظة، شوف تسحبها لليمين تفتك. فهذه الجزمة تجي خاصة بالسياكل، وهذا الشيء الإيجابي الآن الذي معنا، يعني بيقدر يسوق برجل واحدة
بيكون صعب عليه، ولكن أنا بدهفه وهو يسوي جهده، وإن شاء الله نوصل بالسلامة. أمد ما نخرج بس من هذا المكان. افتح لي على اليمين تطلع. طبعا الكاميرا اللي فيها الراس كملت الشحن حقها، لأن أنا شغلتها وخليتها شغالة، كملت البطارية. الآن طالعين من جبل الراس، لكن يعني الصراحة الطلوع خفيف يعني الحمد لله. كريم هنا يقاتل وأنا أرتاح شوية وأرجع دهبه. طبعا يا جماعة احنا مشينا من سوق المبرز إلا شوية واحد جالس يصيح لنا. احنا كملنا الطريق وهو لحقنا بموتور، طلع انه صاحب مطعم، هذا المطعم اللي وراي اسمه ربوع اليمن. ما بلا تعالوا تغدوا عندنا، ويحلف علينا نجي نتغدي عنده، ولا رجعنا نتغدي عنده. امانه اخذنا جوع مش طبيعي. يلا ولا نكمل طريقنا الى زبيد. ما عليكم منه الصدق المطعم يستاهل. طبعا ما عليكم من حماده، صراحة المطعم يعني ولا غلطة صراحة، يعني لا سواء من أكله. لأن الفتة الزبيدي يا أخي ما شاء الله أبطأ. كذلك معاهم تعتبر صراحة ما بشي ولا غلطة. ما نورتك البلاد، الله يسعدك. الله يوفقك. واستعدوا. ايوه استعدوا. طبعا عبد الحافظ. ايوه كمل. طبعا عبد الحافظ بنتواصل فيها انا وهو، نتواصل انا وهو من امس، نرتب لي الاماكن اللي بنزورها هنا في تهامه. اول مكان الان بنزوره ايش اسم المكان؟ وادي زبيد. وادي زبيد. الان ننطلق الى وادي زبيد وبعدها الى الجراحي ثم الى زبيد. وادي زبيد يعتبر واحدا من أكبر الأودية في اليمن، ينبع من الجبال المحيطة بمحافظة إب، ويتجه غربا مرورا بتهامة حتى يصب في البحر الأحمر. يا جماعه كريم ارتاح، كريم ارتاح وانا بقيت وحدي. سحبوه قاعد اشوفهم. شوفوا يا جماعه، طبعا احنا الان نمشي وعلى يميننا الوادي، وادي زبيد. شوف المنظر، هذا وادي زبيد. طبعا الوادي من هنا الى زبيد كذا ماء سيول. فاحنا بنشوف مكان تحت قريب وننزل نجلس فيه، فنقرب شويه وننزل للوادي. طبعا وصلنا الآن إلى المصبرية، فجلسنا نرتاح شوية ونصلي ظهر وعصر ونرجع نكمل إلى المكان اللي فيه الإطلالة حق الوادي. بنجلس شوية في الوادي ونصور شوية لقطات ونرجع. كان أنا زيد بالكلمة شوية. فبنجلس في الوادي ونرجع نكمل. ضروري يقول شوية. فبنجلس شوية في الوادي ونرجع نكمل إلى زبيد، واليوم إن شاء الله بننام في زبيد شوية. طبعا الآن صلينا وبنرجع نكمل الطريق إلى الوادي الذي بنجلس فيه نرتاح. وفتحت الخريطة شوف كم باقي معانا. باقي 14 كيلومتر. طبعا وجهتنا هي كانت إلى زبيد، ولكن تغيرت بسبب إنه في زبيد ما فيش فنادق، يعني حسب ما يقولوا لنا إنه ما فيش فنادق في زبيد، فإحنا بنضطر إنه نجلس في الجراحي، الفنادق في الجراحي. وكريم خلاص ما بيكمل معي إلى الحديدة، بيسافر باص وبلتقي فيه هناك في الحديدة. وهذا هو المفرق الذي بندخل فيه إلى الوادي. يلا بسم الله. طبعا الآن وصلنا إلى الوادي، وهذا الوادي أمامكم، هذا اسمه وادي زبيد. الوادي يمتد على زبيد كلها، وعلى امتداد الوادي كامل في مزارع الموز والمانجا. تخيلوا المانجا والموز اللي في صنعاء اللي تشوفوها مغرقة السوق كلها من هذا الوادي، من وادي زبيد تهامي. خلاص يا جماعة الآن أنا صرت تهامي معكم، حمادة التهامي، بس عاد أتعلم على اللهجة. اشتي أتكلم تهامي، لكن عاد أنا ما أتعلم، بس حبة حبة وارجع لكم تهامي. يومين بس، يومين ورجع تهامي. المهم الآن نروح نشوف الجامع. هنا معانا جامع معاذ ابن جبل، جامع قديم أثري، بنروح نشوفه وأغطي لكم من داخل الجامع.
تخيلوا أن عمر الجامع أكثر من 1000 سنة. شوفوا يا جماعة، هنا على اليمين مزارع الموز والمانجا. المزارع من هنا إلى زبيد تقريبا مسافة أكثر من 20 كيلو. وهنا على اليسار في جسر أو حاجز ماء. هنا لو تلاحظ هنا في مكان اللي يصب منه الماء، تمام، مفتوح الآن. وهنا لو تشوف نفس الشيء في مكان يصب منه الماء لكن مغلق. هذا السد هو حل ذكي لمشاكل المزارعين، لأن المزارع مرتفعة قليلا من الوادي، يمر الماء من تحتها بدون ما يستفيدوا منه، خصوصا إذا كانت قليلة. هذا السد يجمع الماء ثم تفتح البوابة اليمنى ويرسله للمزارع التي على الجانب الأيمن بكمية كافية، وبعدها تغلق البوابة اليمنى وتفتح اليسرى، وهكذا تتم العملية بالتناوب، شهر لهذه القرية وشهر للأخرى. وطبعا الآن دخلنا إلى مزارع الموز. احنا الموز هذول تبع شخص. ايوه. وكيف يعني كيف يحرسوهن وكيف يأمنوا عليهن؟ والله الدنيا امان عندنا ما شاء الله. لا انا قدرنا نشوف، احنا طبعا طرحنا السياكل هناك ولا عند حد، في ناس كثير كذا طرحنا السياكل والحاجات حقنا ومشينا. فهنا الدنيا امان والناس يعني مسالمين وعندهم امانه. شوفوا هذه هنا شجره عنب الفلفل المشهوره بشجره الببايه. وطبعا الآن انتهينا من وادي زبيد ونتحرك إلى الجراحي. وأخيرا وصلنا إلى الجراحي. أمانة يا شباب قدرنا خلاص منهك، ولكن بالأخير وصلنا. يا جماعة أهل تهامة خدعونا. يعني شوفوا، المفروض إن إحنا كنا ننام في منطقة اسمها الجراحي. وصلنا الجراحي قالوا والله ما ترقد، في فندق وبيوتنا موجودة. المهم وصلنا إلى منطقة اسمها الحسينية، والآن نحن في الحسينية. صراحة الحمد لله إن إحنا ما نمنا بالفندق، يعني المكان اللي نمنا فيه كان من أروع الأماكن. نمنا في عشة، يعني إحنا لو كنا دخلنا في فندق كنا بننام داخل، صح انه في مروحه وفي مكيف، لكن هناك على الطبيعه كان احسن. الان رايحين نغطي لكم من داخل المدرسه هذه واحده من افضل، او حرفيا هي افضل مدرسه في اليمن، واليوم بروح اغطي لكم وليش هي افضل مدرسه في اليمن. سمعت كثير عن المدرسه وتفاجأت من التطور وقلت لازم ازورها. طبعا الان وصلنا الى المدرسه، ان شاء الله بوريكم ليش هذه افضل مدرسه في اليمن، واوريكم التطور الذي في المدرسه. هذه بصمة يستخدمها الطلاب من أجل الحضور. أولا التحضير يكون عن طريق بصمة الوجه، وفي حالة الغياب تلقائيا يتم إشعار ولي أمر الطالب، وهذا من الأشياء النادرة جدا في اليمن. وإذا حصل غياب أكثر من مرة على طول توصل رسالة لولي الأمر أن الطالب غاب أو لم يحضر اليوم. ثانيا التعليم بالVR، نظارات الواقع الافتراضي. عملها أنها تنقل الطالب من الدروس النظرية للدروس العملية، بحيث أنه إذا دخلت داخلها يدخل الطالب إلى عالم آخر. تخيلوا يا جماعة، الآن هذا طالب أمامي، هذا الآن ما يلعبش، هذا الآن يدرس واقع افتراضي. قصدت أنا أودي الطالب فوق القمر بحيث أنه يشوف القمر كيف وصلوا للقمر، ويشوف المجموعة الشمسية كامل والكواكب، يشوف أيضا كيف الكهرباء تمشي، الكهرباء الساكنة والكهرباء الموجبة. يستطيع الطالب أن يرى الأرض وهي تدور حول الشمس، وحجم الكواكب مقارنة بالأرض، وسرعة الدوران، وتعاقب الليل والنهار. موجود مثلا القلب، مكونات القلب، يستطيع الرجل أو الطالب الدخول إلى القلب ومعرفة خواص القلب، معرفة كيف يتحرك القلب، معرفة كل شيء عن الأشياء اللي جسم داخل الإنسان، من داخل جسم الإنسان، من داخل جسم الإنسان نفسه. يا جماعة أنا مش في مدرسة في الخليج، أنا في مدرسة في تهامة. حياكم الله في مدارس الفجر الجديد الأهلية، معمل العلوم الذي يعتبر المعمل الأول على مستوى محافظة الحديدة، المتكامل بما فيه من جميع المواد والأدوات المتوفرة من صف رابع إلى صف ثالث ثانوي. لم أقل عنها أفضل مدرسة في اليمن بسبب الإمكانيات فقط، بل لأن هناك قصة مخفية وراء هذا الصرح التعليمي الشامخ، قصة إصرار وتحدي وإيمان حقيقي بأن التعليم هو الطريق الأول للتغيير. والله نحن بدأناها طبعا من الصفر، احنا النجاح نسعى إلى التعليم. رأينا في المنطقة أن التعليم يعني مش مدهوي منهار شوي، فسعينا نوجد مدرسة لنقل المدينة أو الحسيني أو إلى نقلة نوعية. وصلنا الآن إلى أوائل المحافظة، إلى أوائل الجمهورية، الآن إلى العالمية بإذن الله. يعني ما شاء الله الآن حاليا تعتبر أفضل مدرسة في اليمن، وعندكم أكيد أوائل الجمهورية. وصلنا العام قبل الماضي حصلنا على الترتيب العاشر على مستوى الجمهورية للطالبين، وأيضا في تاسع حصلنا على الرابع والسابع على مستوى الجمهورية. ولما انشأتوا المدرسة يعني كيف بدأتوا من الصف أول لثالث ثانوي، يعني افتتحت كلها مع بعض؟ لا، نحن بدأنا حبة بدأنا من الصفر، من صف أول
وكل سنه مشينا نفتح فصل. نحن بدانا من عام 2003 فتحنا فصل صف اول، بعده العام الثاني صف ثاني، بعده ثالث، الى ان وصلنا الى ثالث ثانوي. يعني في 2003 كان عندهم في المدرسه بس صف اول، ايه وبعدها طلعت 2004 كان عندكم صف اول وثاني، 2005 2000 صف اول وثاني وثالث، وكذا الى ان وصلنا ثالث ثانوي. ما نجيبش اي طالب من برا، اي طالب يكون ما في اساسيات. اذا فتحنا بشكل على طول مباشر ما في اساسيات تكون احيانا، فاحنا بدانا لاجل نربي على اساسيات. يعني تربوا الطالب من الصفر الى من الصفر الى ثالث ثانوي. ما شاء الله. في عندنا الفكره دائما اللي في راسي انا كرئيس مجلس اداره والفريق الاداري معي كاملا، انه كل سنه لابد ناتي بشيء جديد في المدرسه. اي سنه ما تاتي بجديد كاني ما اعطيت شيء، وهذا هو المفترض في اي عمل عموما، يعني سواء مدرسه او اي مؤسسه او اي مصنع أو تريد ان تمشي، تريد ان تتحرك، تريد ان تتطور، لابد ان تاتي بشيء جديد، لابد. والجديد حق اليوم عندك العام القادم سيكون قديم، سيكون جديد عند ناس ثانيين، صح. فلابد من جديد ثاني. فلا نحن هكذا كل سنة نبحث عن جديد، كل سنة نبحث عن جديد. ما الجديد الذي نقدمه للمدرسة؟ ما الجديد اللي نقدمه للمجتمع؟ ما الجديد؟ والحمد لله عز وجل كل سنة معنا طموح أكثر. يمكن آخر شيء الآن اللي هو معمل الواقع الافتراضي VR إن شاء الله بإذن الله، وفي الطريق إن شاء الله أشياء أخرى بإذن الله تعالى. من كان يتخيل أن مدرسة بهذه الكفاءة تخرج من قلب تهامة التي عرفت بالفقر والحرمان، وبأنها واحدة من أكثر المناطق التي افتقدت أبسط مقومات التعليم والخدمات، تهامة التي عانى أبناؤها من التهميش وقلة الفرص وصعوبة الوصول حتى لأبسط الأدوات. وسط كل هذا الواقع خرجت هذه المدرسة قصة ليست مجرد تعليم، بل قصة إصرار وعزيمة، قصة يجب أن تروى ويجب أن تدرس لتكون إلهاما لكل من يظن أن الفقر والظروف عائق أمام النجاح. والآن انتهينا من التصوير في المدرسة، وصراحة كانت إمكانية وتطور رهيب فوق ما كنت أتوقع. الآن متحركين إلى وادي رماع أو وادي رماع بحسب مثل لهجتهم، لهجة أهل تهامة يسموه رماع. وطيرا غربي دي وجه سنم تهايم قلبي ضناها مدار، وطيرا غربي دي وجه سنم تهايم قلبي ضناها مدار. طبعا يا جماعة هذا الآن يأخذ التراب عشان يقسموه الأرض أو يسووا حواجز عشان الماء ما يخرج من الجربة الأولى إلى الجربة الثانية. مثل هذا مثلا، شوف هذا الآن حاجز، الماء يبقى في هذا المكان وما يخرج لهذا المكان. أما هنا في المنطقة هذه اللي الآن يصلحوها، شوف المكان هناك مفتوح، فلما يجي الماء في الجربة هذه يخرج إلى هنا. والآن اللي يسووه إنهم ينقلوا التراب ويصلحوا الحاجز، بحيث إنه لما يسقوا الأرض في هذه الجربة ما يخرج إلى هذه الجربة. واللي ما يعرف أي شيء الجربة هي المربع هذا كامل اسمه جربة، وهذا المربع اسمه جربة ثانية. طبعا هذا اسمها عندنا أو في أغلب مناطق اليمن نسميها جربة، لكن هنا في تهامة اسمها زهب. من سيب ذهبي وموادي وهوشم ضرايب وخيم تاوم قادر يتأسأل مزر يتكشم سموم مصايب من أفتيشت بلاده. طبعا الآن وصلنا إلى وادي الرماء، وبوريكم واحد من أغرب وأعجب الأشياء التي شفتها هنا. شوفوا هذا المكان، هذا هنا لو تشوفوا ماء جاري، لو تشوف هنا ما فيش منبع، وهنا ما فيش كمان، يعني مغلق ولا في ماء أصلا، الوادي كامل ما فيش فيه ماء. طيب هذا الماء من فين يجي؟ أنا بقول لكم من فين يجي. من الجبال المقابلة تنزل السيول إلى الجهة الأخرى من الوادي، ثم تدخل عبر قناة مائية تحت الوادي وتخرج من هذا المكان. طيب ليش سووا هذا الشيء؟ كانت السيول القادمة من الجبال تسقي المزارع في الجهة اليمنى فقط، ثم تتابع طريقها لتنزل إلى الوادي وتضيع في البحر بلا فائدة. لكن بفضل هذه القناة تغير المسار ونقل الماء إلى الجهة اليسرى، فأحيا مزارع على مد النظر. هذه مزارع على مد النظر. الماء ينزل هنا يخرج في الجهة المقابلة من الوادي. شوفوا هنا مزارع الموز. الآن هذا الموز ينقلوه كامل إلى صنعاء مغسل، والآن يكيسوه ويوصل إلى صنعاء. حاليا هذا يعتبر أفضل موز في تهامة. وطبعا الموز كامل يكون موزون بالميزان 30 كيلو، كل سلة 30 كيلو. 30 كيلو تماما ما شاء الله. يقدرها باليد وبعدها يحطها بالميزان وتجي 30 كيلو بالضبط. يا جماعة شوفوا الجمال، شوفوا جمال المسار الذي أنا فيه. هذا المسار الذي جينا منه. شوف ما شاء الله، هنا في معك طبعا نهر، شوف النهر ما شاء الله، مسار كامل، النهر على اليسار وأشجار وغابات. طبعا هذه مش بس أشجار ما منها فايدة، لا،
هذه أشجار مانجا، أشجار موز وأفضل أنواع الموز في تهامة. تخيلوا يا جماعة نحن الآن في الوسط، نحن الآن في حدود 3 محافظات. نحن الآن نتوسط 3 محافظات من محافظات الجمهورية اليمنية. فأن يسارنا جبال ريمة، محافظة ريمة عروسة السحاب، وكذلك أن يميننا محافظة ضمار جارة القمر، وخلفنا السهل التهامي أو محافظة الحديدة عروسة البحر الأحمر. طبعا احنا راجعين مرينا بهذه الشجرة، هذه الشجرة فيها كرسي تطلع تجلس على إطلالة على المزارع. الآن بطلع أشوف الإطلالة من فوق كيف. حتى الكاميرا. وهذا منظر الإطلالة من أعلى، شوفوا. كريم عبد الحفيظ حبيبي هيا انزل يلا هيا. وطبعا الآن تغدينا وارتحنا شوية وخرجنا نصور من جديد. الآن احنا في منطقة اسمها السويق. السويق هذه تتميز بزراعة التمور والليمون والقلقل الذي هو السمسم. شوفوا ما شاء الله المسار، النخل من اليمين ومن اليسار. طبعا الآن انتهى موسم التمر، فعشان كذا ما تشوف الثمر في الأشجار. والآن راح نشوف كيف تتم عملية استخراج عسل التمر. شوفوا هذا المكان. في هذا المخزن تتم العملية كاملة. أولا يعرض التمر لأشعة الشمس حتى يطرى ويصبح رطبا. ثانيا يجمع في أكياس خاصة، ثم ترص هذه الأكياس في مخزن تحت الأرض. ثالثا توضع فوقه أثقال لتضغط التمر فيخرج منه الدبس. بعدها يسيل الدبس عبر أنبوب مثبت أسفل المخزن الأرضي ليخرج بشكل منفصل عن التمر. طبعا هذا اللي شفتوه الآن هذه عملية بدائية أو عملية قديمة. حاليا قد في يعني طرق حديثة لاستخراج دبس التمر. وقبل ما أتظلم لازم أصور لكم هذا المنظر. هذه الأشجار أشجار الحناء. شوف هذا كامل أشجار الحناء، شوفها عن قرب، هذه شكلها عن قرب. طبعا الآن رجعنا إلى البيت، وتعالوا أعرفكم على المكان الذي نمنا فيه أمس وننام فيه اليوم. وهنا بعد ما تدخلنا الباب هذا المكان الذي ننام فيه. شوف في العشة. حياكم الله، حياك الله كريم، كيف حالك؟ قدك تعب. شوف المكان اللي ننام فيه. طبعا هنا ننام على الهواء الطلق. وعلى فكرة في تهامة كل البيوت زي كذا، يعني بيناموا هنا في الحوش لأن الجو داخل يكون حار، هنا الجو يكون معتدل وطيب. صباح الخير وصبحكم الله بالخير. يوم جديد وفعاليات جديدة. شفتوا المكان الذي اللي ننام فيه، وشرحت لكم أمس إنه هذه يعني أصلا المباني هنا البيوت كذا بهذا الشكل تكون. طينيني طينيني طينيني. اليوم رحنا نشوف وشق، بوريكم حيوان الوشق. طبعا هذا الحيوان تخيلوا انه مسكه شخص يعني من اصحاب المنطقه هذه. وشق بري. لا بري مش اليف، ناقصك بينه. الان بوريكم واحده من اعجب الاشياء الذي كنت متحمس ان انا اصورها في تهامه. اكيد كلكم عارفين انه في تهامه الجو يكون حار، واغلب البيوت هنا تكون عريش او عشه او ما شابه، يعني ما ينفعش انك تركب لها مكيف. فهم سووا حل ذكي اشبه بالمكيف ويوفر عليهم فلوس ويكون التبريد طبيعي. تعالوا اوريكم ايش هو الحل. شوفوا هذا هو العريش، طبعا انتم تشوفوها الان طبيعي، لكن تعالوا اوريكم منظومه التبريد البسيطه والفعاله جدا والموفره. طبعا هذه طاقه وهذه طاقه، وهنا المكان كله يعني تقريبا العريش كله طيقان، 1 2 3 كله طيقان. شوف هنا هذا خيش. طيب ايش هذا؟ شوف هذا اللي، هذا قطاره، هذا اللي يجي فيه ماء. اللي حق الماء هذا يسموها القطاره، يعني ينزل الماء قطرات قطرات الى فوق الخيش. وايش اللي يحصل؟ مثل نظام المكيف بالضبط، تجي الريح ويتحول الى هواء بارد يدخل على العشاء مثل نظام المكيف بالضبط. الان يعني لو تدخل داخل العشاء تلاقي الجو بارد اكثر من الخارج. طبعا احنا في ايام معتدل فيها الجو فما فيش حر، لكن داخل البرد اكثر من خارج. وشوفوا هذا شكل العشة من داخل كذا يكون. وهنا الشباب حياكم الله. وشوف هنا الخيش من خارج، وهنا معاك العازل، عازل حرارة وكمان عازل من الامطار. وطبعا في كهرباء
وفي كل شيء. صراحة هذه من أجمل الحلول البسيطة والفعالة جدا. حتى في فصل الصيف أيام الحر الشديد الجو يكون فيها بارد. شوفوا هذا هنا كمان ديوان ليلي أو مجلس ليلي يجلسوا فيه في الليل. مفاجأة معاكم حمادة التهامي. ايش رايكم باللبس الزي التهامي؟ شوف. ايوه. وهذا يا شباب هو الزي التهامي. هذه الجنبية وهذه ايش يسموها؟ الخيزران. كوفية خزران. كوفية خيزران. وطبعا الان بنروح عند الزرانيق. الزرانيق هؤلاء الذي يقفزون فوق الجمال، يعني مشهورين بالقفز العالي والقفز الطويل. فالان احنا بنروح نشوفهم واصور لكم الفعاليات اللي يسووها. عندنا ما تيتيش وجوني شبني لك ألم بيت أريش وحقم حنقفة ومتبريش. وصلنا إلى قرية الزرانيق والآن يتجهزوا للقفز على الجمال أو فوق الجمال. طبعا هذا اللي يسووه الآن اسمها الحقفة، يعني مثل التمرين قبل القفز أو التسخين أو حاجة زي كذا. قوة يا خليجة، قوة بين يدي، قوة. طبعا البداية تكون بثلاثة، يقفزوا فوق ثلاثة وبعدها يزيد الرابع والخامس. والآن ضافوا 2 وصاروا 5. انتهى التسخين والآن بدأ وقت الجد. بس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الآن بيلعبوا الوثب الثلاثي. هذه المسافة والمقاس الذي يوصلها اللاعب. ما شاء الله. بخيت مالك كذا ما تكتبته. ناصر محمد باشا ينطلق. ما شاء الله. هذا المتفوق لحد الآن ويعتبر صاحب أطول قفزة لحد الآن. سير يا فوج سير. بحر الغرام بحر غزير. بحر الغرام بحر غزير. موت من بينه تب. موت من بينه تب. موت من بينه تب. موت من بينه تب. أنا من الله تسخير. أنا من الله تسخير. يلا طبعا الآن يسخنوا عشان يستعدوا للعبة الثانية. وهذه اللعبة اسمها لعبة التسيف. يقفز من هنا من هنا هكذا ويحط له هنا بدون ما يمسك بيده. بدون ما يمسك وأي شيء. أنت شوف الآن بينك. طبعا الآن بيقول إنه يقفز من هنا إلى هنا فوق الخشبة بدون ما يمسك بيده أبدا. يعني نشوف كيف. من هنا لهنا. يلا بسم الله بسم الله. ما شاء الله. فهد يا فهد. خيط عبد الله دياب الزرنوقي ينطلق وقفزة موفقة. وقفزة موفقة. وقفزة موفقة. حز 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 جاء. 6 7 8 حوا لا 10. أنا لما شفتهم رافعين العصا قلت يمكن يقيسوا القفزة كم الارتفاع الذي يقدر يوصل له. ما توقعت إنه يوصل برجله. الآن انتهينا من فعاليات اليوم، وطبعا هذا فقط جزء من الفعاليات اللي يسووها. هذا فقط جزء من الألعاب الكثيرة اللي يسووها، لكن اليوم كان الوقت ضيق ومثل ما تشوفوا الآن خلاص ظلمت وما عاد في وقت إن احنا نسوي فعاليات أكثر. تعرفوا يا جماعة اليوم الذي
تتمنى انه ما يخلص. خلص علينا امس. اليوم الذي كذا يكون حلو كامل ومن حلاوته تتمنى انه ما يخلص. امس عشناه. لما تكون بمكان مع ناس طيبين مثل اصحاب الحديدة تتمنى انك ما تطلع من هذا المكان. اصحاب الحديدة هم اطيب ناس ممكن تقابلهم صراحة يعني. يا اخي كذا ناس بسيطين، ناس عفويين، تحب العفوية اللي فيهم، تحب الطيبة اللي فيهم، يعني تحس كذا طيبتهم بالفطرة يعني من القلب تطلع. يلا ان شاء الله باقي معانا فعاليات كثيرة في الحديدة في المدينة، بس اكيد انها ما بتكون احسن من الفعاليات اللي راحت. وصلت الان الى الحديدة، الساعة الان 11 بالضبط، بس الاجواء مثل ما تشوفوا ما شاء الله رهيبة. انا كنت خايف اوصل على شمس، وشمس الحديدة شمس قوية، الحمد لله انا وصلت على غيوم واجواء باردة. اساطير الكونفو باندا. تخيلوا يا جماعة تكون في الحديدة على الكورنيش في البحر ويجي مطار، بدون مطار بدون شيء، الاجواء كمان كذا حلوة. ورسميا انا في قلب المدينة. طبعا الفندق قد محجوز والغرفة قد جاهزة، بس اول شيء ببدا اوصل للكورنيش اصور لكم على الجو هذا، ماشي اوصل للفندق على طول، اوصل للكورنيش اصور لكم بعدها ارجع الفندق. والله يا جماعه وصلنا الحديدة على المطار، امطار في الحديدة. حيا وكذا نكون وصلنا الى نهاية المقطع. لا تنسى اللايك والاشتراك واكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة.